السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي النهارده في موضوع حلو قوي من كرم ربنا علينا. الآية الكريمة بتقول إن احنا ما ناكلش الميتة والدم ولحم الخنزير. تمام. سبب من الأسباب إن احنا ما ناكلش الحاجات الميتة ده كرم ربنا علينا، وربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجة وحشة وما بيقولناش اعملوا حاجة هي وحشة. تمام. يعني مثلا أعوذ بالله، يعني لما بتيجي تلاقي حاجة ميتة بتيجي تمسكها، طبعا احنا عشان بنربي كلاب وكده فبنمسك الحاجات الميتة عادي. تمام. بالله مزرقة وأعوذ بالله الدم مخنوق فيها، وربنا بيحل لنا الذبح عشان خاطر يعني بيصفي منها الدم دوت، أعوذ بالله. يعني كله مرض، كل حاجة فيه مرض. طبعا معانا النهاردة مثال حي كده، ثانية واحدة أجيب لكم بس بتاع. أعوذ بالله. بص المنظر، بص مزرقة ازاي. ديت بتاعت معزة ميتة. تمام. بس بص المنظر ده من كرم ربنا علينا ان احنا ما بناكلش الحاجات الميتة. طبعا اعوذ بالله، هي ريحتها حلوة على فكرة، ما فيهاش اي مشكلة، بس المشكلة في ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، مزرقة ومتبهدلة. ده من كرم ربنا علينا، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة لحد. ان ربنا بيحبنا ان احنا ما بناكلش الحاجات ديت، وربنا ما بيحلهناش لينا. يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، يعني الحمد لله على نعمة الإسلام. السلام عليكم.